كورت غوديل اللي صورته ظاهرة قدامك ده هو فيلسوف ألماني كان مصاب بالوسواس القهري. باختصار شديد كان بيتهيأ له طول الوقت إن في ناس مجهولة عايزة تحط له السم في الأكل. طبعا الكلام ده غير حقيقي، بس الفوبيا الزايدة هي اللي بتوصل له كده. المهم أخد قرار إن هو عمره ما هياكل في حتة غير في بيته حتى لو كان ميت من الجوع. ولو حد من الأصدقاء والأهل والقرايب عزموا على الغدا ما كانش بيروح أبدا، ودايما بيتهرب من المواضيع دي. الإنسانة الوحيدة اللي كان بيثق في أكلها كانت زوجته، وبعدها بحوالي 7 سنين زوجته كانت دخلت المستشفى بسبب بعض الأمراض. وفضل الفيلسوف كورت غوديل محجوز معاها ومستني إن هي تخف. وأثناء فترة مرضها ما كانش بياكل أبدا من أكل المستشفى اللي هو المفروض مصدر ثقة وإن الأكل دوت صحي ومفيش منه ضرر. المهم أصحابه بدأوا يلاحظوا إن هو خس جدا وصحته ضعفت وما بقاش قادر يتحرك من مكانه، وامتنع عن الأكل نهائي لحد ما مات من الجوع وتم دفنه. القصة دي بتوصل لك إن بلاش من الخوف الزايد، ولو أنت لا قدر الله مصاب بحاجة طمن نفسك دايما بذكر الله. ما تنساش تقولي رأيك في التعليقات، وانتظر مزيد من الفيديوهات بشكل يومي. سلام.